الاحتفاء هو كان خاتمة ديال الاحتفاء طيلة هذا العام بناء على الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره وخلد في الصالحات ذكره إلى العلماء عبر الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى. هذه الرسالة ضمنها جلالته حفظه الله مجموعة كبيرة من الانتظارات التي تنتظر العلماء ليقوموا بها احتفاء بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذكرى 15 قرن على ميلاده عليه الصلاة والسلام. وخلال هذا العام شمر علماء الأمة عن ساعد جدهم ومعهم سائر المهتمين ومعهم الشعب المغربي في تقريب صورة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأجيال، إلى الأبناء، إلى البنات، إلى الكبار، إلى الصغار، من أجل أن يحبوه ومن أجل أن يعرفوه ومن أجل أن يقتدوا بسنته ومن أجل أن يتبعوا خطواته التي في الطريق التي تركها علينا عليه الصلاة والسلام، وهي المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. وإذ ختمنا هذه السنة بهذا الدرس وبهذه الخطبة وبهذه الابتهالات وبهذه المدائح النبوية، فإننا عازمون إن شاء الله على استمرار في تنفيذ الرسالة الملكية السامية في هذا العام أيضا، لأن النتيجة التي حصدناها هذا العام نريد أن نحصدها في العام القادم وفي الأعوام التي تليها، إذ هذه الحصائد إنما هي الخير، إنما هي النصر، إنما هي الاستقرار، إنما هي الخصب في بلادنا، إنما هي الاستقرار الاجتماعي. كل هذه الأمور تشتاق إليها كل المجتمعات، والحمد لله مجتمعنا بفضل الله عز وجل وبمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالحرص على اتباع سنته والاستمساك بهديه إن شاء الله سيكون هذا الشعب أكثر استمساكا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر استقرارا وأكثر خصبا وأكثر نجاحا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.